السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم غادي نشارك معكم الطريقه ديال الصابلي غير ب 250 غرام. كتقطع لكم كميه كبيره تقريبا بالزواق بكلشي كتقطع 4 كيلو. بالنسبه لهاد العجينه ديال الصابلي ما كتقلش، كتبقى محافظه على الشكل ديالها. بقاو مع المقادير وطريقه التحضير. نحتاج زلافه ديال السكر سنيده ما يعادل 2 كيسان، زلافه ديال الزيت كذلك يعني 2 كيسان. غادي نحتاج 4 ديال البيضات، وبالنسبه للزبده غادي نحتاج 250 غرام ديال الزبده مارغرين. انا خدمت هنايا باللذه. بالنسبه للنكهات عندي الفاني وعندي النكهه ديال الكراميل والنكهه ديال التشين. يمكن لكم تستعملوا غير الفاني. الاول سكر سنيده مع الزبده مزيان حتى كتدخل لي الزبده في السكر، ومن بعد عاد نبقى نضيف باقي المكونات. باش تجيكم على هذا الشكل هذا انا دوزتها في الهاشوار اولا كدوزوها في الميكسور باش كتولي ليس وكتنسجم. من بعد ما رديتها بحال هكا غادي نزيد عليها الزيت وغادي نرجع نخلطهم. كتجي على هذا الشكل هذا بحال الخليط ديال الكيك، وهذه هي الطريقه اللي غادي يجيكم بها الصابلي ان شاء الله ناجح وما يتقلش. الدقيق فاش كيوصل لهذا القوام هذا غير هكا غادي نقسمو العدد اللي كتبغيو تقسموه عليه على حسب النكهات اللي بغيتو ديروا. انا هنا غادي نقسمو على 3، غندير لهم 3 ديال النكهات. الاول غادي ندير له هذه النكهه ديال التشين وغادي نمزجها مزيان، وكنبقى نزيد دقيق حتى كتجمع العجينه، وكذلك غادي ندير الباقي الكميات. درت له غير الفاني، ما تصورليش الفيديو فاش ضفت الفاني، وغادي نضيف الدقيق حتى كنجمع العجينه. وبالنسبه للشكل الثالث ضفت له الكراميل. يمكن لكم ديروا غير عجينه وحده وغير مذاق واحد، انا غير بغيت ندير مذاقات مختلفه وانتم كيبقى لكم الاختيار. من بعد ما ساليتهم هذه ديال الكراميل، هذه ديال التشين، وهذه ديال الفاني، وغادي ندوز دابا مباشره باش نشكلهم. نطلق العجينه طلقتها في وسط 2 بلاستيكات باش ما كيدخلش الدقيق بزاف، وغادي نحاول نرققها واحد شويه من بعد نوريكم السمك ديالها. على هذا السمك هذا كتجي رقيقه، وغادي نطبعها بهذا المرش. حبات كاملين كندخلهم الفران، كنكونوا مسخنينهم من قبل، كنديروهم غير الفوق حتى كيطيبوا مزيان. كنحسوا بهم طابوا من التحت، عاد كنهودوهم باش يتحمروا واحد شويه. ضروري ما يطيبوا الفوق باش تبقى لكم مع المده يبقاو مقرمشين. وبالنسبه للتعليكه انا درت مربى ديال المشماش، غليته مع شويه ديال الجليكوز ونسقتهم مع بعضياتهم. الشكل الثاني غادي نطلق حتى هي بين 2 بلاستيكات، وما غاديش نحاول نرققها بزاف، غادي نخليها واحد شويه. انا نرققها ونسرحها بالدلاك ونوريكم السمك قداش، حيت غادي نلصقوا فيها هذيك الرخامه بالشيكولا.
السمك هذا ما رققتهاش بزاف. ودابا غادي نبدا نطبعها بداك المرشم المدور. خليتهم درتهم في الصني ودابا غادي ندخلهم للفران غير الفوق كناقصوا العافيه باش كيطيب على خاطرو وكيجينا مقرمل من بعد. الشكل هذا غادي نخدم به بهذا المول هذا. غادي ندير واحد البلاستيكه لتحت وغادي نحط فوقها هذا المول وغادي ندير واحد شويه ديال الشوكولاط اسود وغادي نحاول نوزعو على هاد الدويرات كاملين. انا حسب لي التليفون كان كيصور ساعه ما كانش كيصور. من بعد كنحاولوا نجرو هكا بالموس هاد الزائد كامل. داكشي علاش قلت لكم ديروا بلاستيكه لتحت باش هاد الشيء هذا توليو تعاودوا تذوبوه. ومن بعد غادي نجيب غير شي موس صغير وغادي نحاول نمسح به هاد الشيء هذا ونفينيها مزيان. مساليت كيجي هنايا هاد خص هاد الدخلات هادو يكونوا كلشي ممسوحين باش كتجينا الرشمه باينه وواضحه. ومن بعد هاد الشوكولاط هذا اللي كايشات غادي نردو نردو نولي نعاود نسخنو ونعاود نخدم به مزيان حتى كتنشف ديك الطبقه الاولى ديال الشوكولاط. غادي نرد عليها هاد المول الثاني ديالها غادي نحاولوا نثبتوه مزيان ومن بعد غادي نبقى نخوي الشوكولاط البيضاء الفوق. غادي نحاول نحيدو من المور كيتحيد بسهوله وكيجي الشكل ديالو على هذا. بحال هادو اللي كيكونوا هكا كتحاولوا تفينيوهم هنا بالموس باش كتجي مدوره نيشان. نشد الحبه ديال الصابلي هذا هو من بعد ما طاب وغادي ندهنها بالعسل. العسل من الاحسن تسخنوه شويه باش ما كيشد لكمش بزاف وما كيبقاش كيما هكا قاصح. على الشكل هذا غادي نلصق الحبه ديال الشوكولاته هنايا ومن بعد غادي ندير القوقو مهرمش في الجناب. وهذا هو الشكل النهائي. وانا هنايا من بعد حتى ساليت يعني هذاك الزواق على داك الشكل هذاك عاد وليت لصقت حبه فوق حبه. وهذا هو الشكل النهائي كيجي على هذا الشكل هذا كيجي شكل راقي وكيجي رائع. وبالنسبه للشكل الثالث ما تصورليش حتى هو قطعته طلقته وقطعته على شكل قلب ومن بعد لصقتهم بالكراميل وواحد جهه غطستها في الشوكولاط وواحد جهه غطستها في الكراميل ودرت من فوقها القوقعه ودرت لهذاك الشكل هذاك بالسورانغ نتاع بالشوكولاط ابيض. وهادو هما الاشكال. كنتمنى الوصفات ديال اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. وبالنسبه للشكل او الطابع او المرشم كيبقى لكم نتوما الاختيار شنو بغيتو ديروا. والى اللقاء الى وصفه قادمه ان شاء الله.